عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مع بعض بوريكم الكيس الميني من ايجو، وراح استعرض لكم المواصفات واخبركم وش المميزات اللي فيه واخبركم سعره. تابعون. ونبتدي مع بعض. راح اوريكم المواصفات والخصائص ماله من الداخل. طبعا اول ما تشوف هذا الكيس بتلاحظ انه بالحجم صغير جدا. في ناس يحبوا هذا الحجم، يعني على اساس يمكن يكون ما عندهم مساحة بالطاولة او كذا، او يعني شيء كما تقولوا اذواق يعني. طبعا اول شيء بيشدك انه من الامام زجاج، وعلى الجنب بيكون من البلاستيك. تمام. طبعا هنا من فوق في بيكون اللي هو الفلتر. زين. من امام هنا بيكون 3.0 اليو اس بي، وبيكون اثنين الموجودات اللي هم اليو اس بي 2.0، والفتحة الميكروفون والسماعة. طبعا هذا زر الباور او التشغيل، وهنا بيكون الاضاءات اثنين، وهذا اللي هو إعادة التشغيل، زر إعادة التشغيل. طبعا أول شيء راح أفتح لكم إياه الكيس. طبعا هذا اللي هو مثل ما خبرتكم اللي هو الغلاف أو الغطاء. طبعا هذا اللي هم الأزرار، هذا اللي هم الكيبلات. طبعا مثل ما تعودنا يو اس بي والأشياء الثانية الكتيب أو الورقة. راح أخبركم أول شيء هنا يمديك تركب المروحة اللي هي 120. تمام. طبعا هنا مثل ما ملاحظين فتحات جدا بسيطة، على أساس ما يركب عليه الأحجام من المذر بوردات الكبيرة، يعني يركب بس في عليه الأحجام الصغيرة. طبعا هو صغير جدا مثل ما ملاحظين، وينفع حل المذر بوردات الصغيرة فقط، اللي هي المايكرو والميني فقط. هنا يمديك تعمل الاس اس دي في ذي المنطقة، وهذه المكانات اثنين طبعا من الخلف، وهنا المكان باور سبلاي، وهنا اللي هو الهارد ديسك العادي. ممكن تركب هارد ديسك عادي هنا برا، بس واحد فقط، والباقي كله اس اس دي. تقريبا 3 اماكن للاس اس دي، وواحد للهارد ديسك العادي. ومن هنا من امام يمديك تعمل مروحتين من اللي هو 140 امام، او نفس الشيء مروحتين 120 امام، وفوق نفس ال من فوق فقط 120 عذرا 120. مثل ما خبرتكم إن هو الكيس جدا صغير، جدا جدا صغير. فدير بالك قبل على تشتري هذا الكيس، يمكن يكون ما مناسب لك. وبصراحة أنا أحب الأشياء الصغيرة أو الأشياء اللي هي عملية، يعني صغيرة مثل هذا، فعشان كذا اشتريته. وسعره تقريبا 17 ريال، هو سعره 17 ريال، وما أعرف على حسب المناطق كم بيكون سعره. وهذا مثل ما عودتكم دائما أشرح لكم بشكل مختصر وبشكل بسيط مثل ما تعودنا. وإن شاء الله نشوفكم فيديو آخر.